هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده بحدثكم من دهب. يعني تلاقوني في الاجواء بتاع الدهب شويه، يعني اكيد في ناس منكم راحت دهب فليها فايبس كده، فهتحسوا بالفايبس بتاعتي ان شاء الله من خلال الفيديو. النهارده كنت جايه اكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو ليه في ناس كتير بتنتشر من خلال المحتوى بتاعها او المجال بتاعها او الحاجه اللي هي داخله فيها، او يعني بتتعرف بسرعه، وفي ناس ما بتروحش للحته دي. اولا ايمانك وانت في المكان اللي انت بتدي فيه، وتاثيرك وايمانك بتاثيرك عامل ازاي. هل انت مؤمن بان انت حتى لو مش في اي مجال ليك تاثير؟ هل انت مؤمن بانه وجودك على الارض ذبذبه طاقيه من ربنا؟ انت جواك في اللمبه دي مش بتاعتك، اللمبه دي من عند ربنا. انت فيك روح، دي جزء من ربنا، عشان كده بتتشحن مع ربنا، بس مش بتتشحن باي بني ادم اتغطت بجسد مادي. فانت لو مش مؤمن انه كله من اللمبه دي وكله من الروح دي، هيحصل ايه؟ هتبدا تستنى كل حاجه عن الصوره الماديه، فتبدا تحدد نجاحك وفشلك من خلال المجال. تبدا تحسس نفسك انه الناس ورضا الناس وتأييد الناس اللي انت بتعمله هو صوره النجاح بتاعتك. فكل ما انت حاطط في دماغك البرمجات دي، او مش مصدق في اللاير الاولانيه اللي انا قلت عليها، ان انت مصدق في انه كله من اللمبه اللي جوه، لما ربنا اذن ان هي تتوجد في الجسد ده وانت وافقت، لان الروح بتبقى موافقه من عند ربنا. فلما بتوافق بتنزل على الارض بدون اي شيء، بدون ما توصل لاي حاجه، بدون ما يبقى معاك بارتنر او اهل او فلوس او عربيه او اي حاجه. ليك ذبذبه طاقيه لما بتدب دبه كده، لما بتخطي خطوه انت ليك تأثير على الأرض. الكون محتاجك، اللمبة دي بتأثر بشكل معين وبتخرج من خلال تصرفاتك اللي هي من الجسد. فالإيمان واللاير دي لو موجودة، هبدأ أتحرك إزاي في أي مجال أو في أي شغلانة. هبدأ أتحرك من الحقيقي، مش هبدأ أتحرك من الحتة بتاعت إيه اللي بياكل، إيه اللي ماشي، إيه اللي بيجيب فيوز، إيه اللي بيجيب مبيعات، إيه اللي بيجيب فلوس. لو انا طول الوقت ماشي من المبدأ بتاع ايه اللي بيجيب فلوس وايه اللي بياكل مع الناس، ده هيخليني انسى الحقيقة الفردية. وكده كده الناس اللي بتطلع قوي وبانية من جوه الموضوع على ايه اللي ماشي، هتلاقيهم في فترة وصل وبعدين وقع، في فترة طلع وبعدين لازم يحصل انهيار بعدها، عشان الكون قوانينه بتمشي مع الحقيقة. لازم يديك درس لو انت ماشي من نقطة تزييف. في ناس كتير عايزه رد اعتبار، يعني من خلال النجاح عايزه رد اعتبار للاذى اللي هي اتعرضت له، او للبين اللي خدته في الطفوله، او للخذل من حبيب مثلا. فعايزه رد اعتبار للصوره اللي اتاذت في موقف معين، فعايزه تردها من خلال ان هي توصل لحاجه وتكبر. لازم تتحرك من حته انت متشافي فيها، انت مش عايز ترد اعتبار، انت مش عايز اي حد يبص عليك، انت عارف ومتاكد ومؤمن انه في حاجه بتخرج منك ليها تاثير صحي وايجابي وصالح ونافع للارض. وانت بتسعى اسال نفسك، هل انا عندي احساس انه انا مؤثر حقيقي بدون ما حد بيأيدني؟ واللي بيأثر بالحقيقه بتاعته في الاول لازم هيتهاجم، في الاول مش كل الناس هتأيده، في الاول هيلاقي في ناس كتير بتقوله ايه اللي انت بتعمله ده طبيعي. اللي بيتحرك من الحقيقه دايما بيتهاجم، لان الفايبس بتاعته بتبقى مؤثره بشكل قوي جدا، وبتبقى بتتحدى ناس كتير ما عندهاش الشجاعه ان هي تبقى على حقيقتها، فبالتالي بتقابل هجوم. انت عايز رد اعتبار ولا عايز تشافي نفسك من خلال المجال اللي انت داخله؟ ففي ناس كتير بتسال، هو انا لو عندي شغف في حاجات كتير، قلت في الستوري مفيش اي مشكله. لو عندك شغف في حاجات كتير، خد وقت تجرب المجالات الكتير في الشغف اللي موجود عشان تعرف انت كونكتد بايه. في ناس بتقول لي طب هل اللي بشتغله لازم يكون فيه شغف؟ مش بالضروري يكون فيه شغف، بس انت ممكن يبقى عندك سكيلز في مجال معين، وبتعرف مثلا تبيع، في مجال العقارات بتعرف تبيع، فعندك انتنشن ان انت بتعرف تفيد حد يلاقي شقه يسكن فيها، فدي قيمه كويسه انك تنقل احساس السكن، او قيمه انه بني ادم هيسكن في مكان هو عاجبه، انت بتساعده يلاقي ده بسهوله. فانت بتعرف توصل ده وبتعرف تبيع ده حلو جدا. اوجد جنبه حاجه فيها شغف، لان الشغف بيطلع برضو تاثير اكتر، فممكن تعمل العمليتين مفيش مشكله.
وتكبر المجال اللي فيه شغف. لكن انت لو مش فيه دلوقتي ما فيهوش مشكله خالص، يعني ما تمنعش نفسك من التاثير الايجابي او التاثير اللي فيه نفع على اي حد. هدفي من الفيديو ده ان انا اوصل لك فكره ان انت تحاول توجد المجال بتأثيرك الحقيقي، مش بتأثيرك المزيف اللي انت مستني منه عائد في الفيوز في المبيعات. المزيف عمره ما بيستمر. حاجة تانية لازم اقولها لك، خد بالك لو انت بتعمل فيديوز او بتعمل محتوى على السوشيال ميديا، وده مجال كبير دلوقتي للتسويق، خد بالك انه ما يبقاش تافه. ممكن توفق الحاجة الترندي او الحاجة اللي فيها اغاني، او الحاجة زي ما انا مثلا بوفق الحاجة اللي فيها اغاني، بحط فيها معلومة او بحط فيها افادة، فبدمج الاتنين ببعض. لكن ان انا اعمل حاجة تافهة بحتة وبتجيب فيوز، ده بيجيب لك طاقة سلبية. ليه؟ لانك ضيعت وقت ناس كتير. وانت لو بتتفرج على محتوى برضو تافه طول الوقت وبتفضل تعمل سكرول لناس بتضيع لك وقتك، وبتعمل يعني بتعمل، عارف الناس اللي هي بتعمل فيديو على صوت حد او على صوت مشهد طول الوقت بتعمل كده، ده بيضيع لك ويستنزف لك من طاقتك. فانت برضو مسؤول على الوقت والطاقة بتاعتك بتستنزف في ايه وبتروح على ايه. فخد بالك كويس قوي انه الناس اللي بتشتغل على الحقيقي بتاعها شجاعة كفاية ان هي تعمل انفولو لكل حاجة بتضيع من وقتها وبتستنزف طاقتها وملهاش اي لازمة في الحياة، ما فيهاش اي اضافة. فخد بالك دي من تقدير وتكريم الذات، انك ما تخليش اي حاجة تضيع لها وقتها او تاخد منك طاقة. حاول لا تضيع وقت لحد ولا طاقة لحد، ولا تضيع وقتك او تهدر طاقتك على اي حاجة من الحاجات التافهة. مفيش مشكلة خالص انك تعمل احيانا فيديو تافه، بس ما تعملوش بابليك انك تضيع وقت 250,000 مثلا. يعني خد بالك ان انت كل الالافات من الناس اللي اتفرجت على تضييع الوقت ده هيجيبوا لك طاقة سلبية، فمش حاجة حلوة. ممكن تعمله فور فن، انت عامل اكاونت على التيك توك وبتفضل تهيس عليه مع اصحابك ومع الناس اللي انت تعرفها، ده ما فيهوش اي مشكله. يعني ساعات الواحد بيحب يعمل حاجات تافهه، ده طبيعي. بس ان انا اتارجت ناس كتير تشوف الحاجات التافهه، ده هنا اللي فيه مشكله. ركز على الحقيقي وركز على اللاير الاولانيه، ان انت تبقى مؤثر بدون امتلاكك لاي شيء او بدون توظيفك في اي مجال او اي شركه او اي بوزيشن. اشوفك في فيديو تاني. ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان دي كارما ايجابيه. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الاكتر والاكتر من المعلومات المفيده. ولو حبيت اي مساعده من خلالي مباشره ممكن تتواصل معانا على الرقم اللي موجود في الانستجرام. التيم بتاعي هيتواصل معاك على طول. ولو لقيت السعر غالي عليك، في عندنا تيم كبير متعلم كل الحاجات اللي انا متعلماها، وكمان هم دارسين حاجات تانية، فهيساعدوك جدا بسعر قليل ان انت تعمل سيشن او ان انت تعمل تفريغ او ان انت توصل لمعلومات كويسة بسعر ابسط من السيشنز بتاعتي. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.